عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول لك حاجة، أو أنا جاية أقول لك كلمتين. ما تحاوليش تثبتي للي حواليكي إن أنتِ عملتِ اللي محدش عمله. ما تحاوليش تثبتي للي حواليكي إن أنتِ ست ب100 راجل، إن أنتِ جبل، إن أنتِ جيتي على نفسك كتير قوي. ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. صدقيني والله العظيم صدقيني هيبقى تحصيل حاصل كله زي بعضه. يعني ايه؟ يعني عملت زي ما عملتيش، ضحيتي زي ما ضحيتيش، استحملت المرار كتير قوي زي ما استحملتيش. في النهايه زيك زي اي حد عاش حياته طبيعي جدا. يعني ست بتحرم نفسها من الحياه، بتحرم نفسها من يكون لها طلبات. ملهاش طلبات، ملهاش احتياجات، ملهاش خصوصيه، ملهاش اي حاجه، زيها زي اي انسان طبيعي. هي عايشه في الدنيا بتدي عطاء، بتدي اخلاص، بتدي خوف، بتدي بدون تفكير، بتدي مش مستنيه مقابل حد يقول لها برافو، مش مستنيه حد يشكرها. لا، هي بتدي وبس. هي سبحان الله هي حطت نفسها في المنظومه دي، في القوقعه دي، خلاص الموضوع انتهى. فبالتالي من كتر اللي بتديه ببذخ، بدون تفكير، من غير ما تعملي لنفسك كده كنترول، اقفي ما ينفعش اعمل كذا وما ينفعش اعمل كذا، لا ادي وما تديش، امتى ادي وامتى ما اديش، امتى اطلب بحقي وامتى ما اطلبش بيه، لا ده انت ما عندكوش. كل الكلام ده مش موجود. انت عماله بتدي، بتضحي، بتستغني، محرمه على نفسك انك تعيشي زي ما ربنا جعلك تعيشي في الدنيا. طيب ايه النهايه؟ زيك زي اللي عاشت ولبست وخرجت وفسحت وكلت واتعالجت وضحكت وهزرت واتدلعت، واي واحده ست عاشت كل المراحل دي بقيتي زيك زيها بالظبط. طب وده عدل؟ طبعا ده مش عدل. ولو كان عدل كنت انت اول عدلتي بنفسك، ما كنتش جيت على نفسك. انت اللي وصلتوهم للمرحله دي. من كتر ما بتدي بقى امر عادي، بقى امر طبيعي. انت بتعمليش حاجه، انت ما بتعمليش حاجه، او انت عادي، او هتسمعي جمله انت بتعملي ايه؟ انت بتعمليش حاجه، انت زيك زي كل الناس، انت بتخترعي. دي الجمل اللي بنسمعها المتكرره كتير قوي. تشتغلي، شايله بيتك، شايله ولادك، شايله عيلتك، شايله عيله جوزك، شايله جوزك، شايله اي حد بيخش بيتك، ما بتشتكيش ولا بتملي ولا بتكلي ولا بتهبطي. ايدك بايده، لا ده انت ايدك سابقه ايده. بتحطي الجنيه على الجنيه، لا ده انت بتحطي كل حياتك جوه الجنيه ده. فاهمه؟ كل حياتك كده بترميها جوه الجنيه ده، علشان في النهايه يجي عليكي يوم يقولك انت اتحملتي معايا، كتر خيرك، انا بشكرك، انا مش عارف من غيرك كنت عايش حياتي ازاي، او لولاكي عليا ما كنتش بقيت. لا، انت تسمعيش كل الكلام ده، تسمعيش كل الكلام ده. عارفه لو هو انسان نجح هتسمعي. عارفه ليه؟ لانه هيقدر تعبك، لانه بيتعب زيك. فكل حاجه عنده عادي، عادي، عادي الحياه، عادي العيشه، عادي الاكل، عادي اللبس، عادي الخروج، عادي العلاج، عادي كل الحياه بكل مشتقاتها وتعبها ووجعها عادي. في ناس تلاقيها بتبكي علشان تجيب لعيالها مصدر دخل او تعيشه في مستوى افضل، في نفس اللحظه في ناس تانية ولا اي حاجه تقولك عيشي على قد امكانياتي، عيشي على قد الموجود. ما انت ممكن تبقى عندك موجود اكتر، بس انت ما انتش عارف توصل للطريق، مش عارف، عشان ما تعودتش، عشان ما بتجتهدش، عشان ما بتشتغلش على النقطه دي، عشان ما بتعملش مجهود، ما بتبذلش مجهود. انت بس شايف اللي حواليك لكن ما انتش شايف نفسك. تمام؟ انا بس عشان منفعله شويه. منفعله ليه؟ دي حاله انا شفتها النهارده فحبيت ان انا اتكلم معاكم فيها. انت اديتي كتير قوي، علشان كده مش باين انت بتدي ايه وبتعملي ايه. لكن لو اشتغلت على نفسك، لو اشتغلت على نفسك اللي باقي منك، وحاولتي تعيشي شويه لنفسك، تلملمي اللي باقي منك،
شوفي صحتك، حاولي تلمي اللي باقي منها. شوفي نفسيتك، حاولي برضو تلمي اللي باقي منها. حاولي تقفي على رجلك، حاولي تنجحي بذاتك لوحدك. ما تستنيش حد يعونك غير الله، ما تستنيش دعم من حد غير من ربنا، ما تستنيش شكر من حد غير من ربنا. هو هيشكرك وهيدعمك وهيديكي كل حاجه انت محتاجاها، صدقيني مش هتاخديها غير من ربنا. لكن كونك تستني انسان يقولك انا معاكي، انا في ظهرك، انا هساعدك، انا هشدك، ابدا. ده هيدفنوكي في الارض، هيدخلوكوا 7 ارض، وهيقفوا عليكي بجزامهم، انا اسفه في اللفظ. تمام؟ عشان ايه؟ عشان مش متعودين يشوفوكي كده، مش متعودين يشوفوكي بترفضي، مش متعود الناس اللي انت عايشه في وسطهم مش متعودين يبقى عندك طلبات، انك تعوزي، انك ترتاحي، انك تحسي ان انت نفسك في شيء، نفسك توصلي له بالحلال. يعني انا مش نفسي حاجه اعمل حاجه تغضب ربنا والعياذ بالله، بالعكس انا نفسي اعيش مستقره في جو هادي، اربي عيالي في جو هادي، انت وغيرك وانا وكل الناس وكل الناس. لكن مفيش حاجه بتديكي فرصه، يعني مفيش حاجه بتديكي دعم توصلي للمرحله دي. فعشان كده اشتغلي على نفسك. نصيحتي ليكي في نهايه الحلقه، اشتغلي على نفسك. انا بقول الكلام ده ليا وليكي ولكل واحده محتاجه تسمع الكلمتين دول. اشتغلي على نفسك، صدقيني ما تستنيش اللي طب السنه الجايه، طب بكره، طب ان شاء الله هبقى. لا، اوعي والله العظيم، السنه زي اللي وراها، زي 10 زي 20 سنه هيعدوا في عمرك، زي 50 سنه هيعدوا معاه. هي نفس النظام، هي ونفس الحياه.